تتخيلي لحظة واحدة تغير تاريخ أمة؟ امرأة تنزع الحجاب أمام الناس سنة 1923. مش تمرد عادي، ده إعلان ثورة على نظام كامل. إزاي؟ ومين دي اللي كان عندها الجرأة تعمل كده في عز سطوة المجتمع الذكوري؟ اسمها هدى شعراوي، مش مجرد ناشطة، دي رائدة الحركة النسائية العربية. قصة تمرد، تعليم، نضال، وجنازة شاركت فيها آلاف النساء. جاهزة تسمعي الحكاية اللي هزت النظام المصري؟ فين ولدت هدى شعراوي؟ أصلها منين؟ اتولدت باسم نور الهدى محمد سلطان سنة 1879 في مدينة المنيا، بنت محمد سلطان باشا، رئيس أول برلمان في مصر. يعني من طبقة راقية؟ جداً. عاشت في قصر وتعلمت القرآن واللغة التركية، بس لما شافت أخوها بيتعلم علوم متقدمة بدأت الثورة جواها. دي لحظة التمرد الأولى. بالظبط. وبدأت تتعلم الفرنسية من معلمة خاصة، وابتدت تقرأ روسو وتغذي عقلها بأفكار التحرر. إيه اللي حصل بعد كده؟ سمعت إنها جوزت صغيرة؟ صح، جوزها أهلها ابن عمتها علي شعراوي غصب عنها وهي عندها 13 سنة، ورفضت تعيش معاه لحد ما بلغت 16 سنة. يعني تمردت على العادات من البداية؟ وما اكتفتش بكده، أسست المدرسة المحمدية لتعليم البنات سنة 1909، وفتحت صالون ثقافي للنقاشات النسائية الجريئة. أكيد شاركت في ثورة 1919 صح؟ مش بس شاركت، قادت أول مظاهرة نسائية ورفعت علم مصر المصنوع من خمارات النساء. ده رمز رهيب. وكمان أسست لجنة الوفد للسيدات، بس لما تمنع نساء الوفد من دخول مؤتمر باريس قررت تقود المعركة لوحدها. دي اللحظة اللي مستنيينها. إزاي حصلت واقعة نزع الحجاب؟ بعد حضورها مؤتمر نسائي دولي في روما، رجعت القاهرة سنة 1923، وفي محطة القطر قدام الجمهور خلعت النقاب والبرقع ورفعته فوق رأسها. صدمة اجتماعية وسياسية بكل معنى الكلمة. وسارت وراها سيزا نبراوي وعشرات النساء، وبدأت الحركة السافرات. الهجوم كان عنيف، لكن الفكرة انتشرت أكتر. هل كملت النضال رغم العواصف دي كلها؟ طبعاً. طلبت بحق المرأة السياسي قدام الملك فؤاد بنفسها، وأسست الاتحاد النسائي المصري، ونظمت إضرابات نسائية ضد الاستعمار. وواجهت هجوم من الإخوان كمان مش كده؟ بالظبط. اتهموها بالعمالة للغرب لمجرد إنها طلبت بإلغاء قوامة الرجل وحق المرأة في الطلاق والتعليم. وماتت إزاي؟ توفيت سنة 1947، لكن جنازتها كانت ثورة تانية. الآلاف من النساء شاركوا بدون حجاب، رمز لتحرر طويل. وإرثها اتنسى؟ أبداً. قوانين حقوق المرأة في 56 ثم اتفاقية سيداو سنة 81 كلها بدأت من حركتها. هدى شعراوي مش مجرد اسم، دي شعلة كسرت حاجز الخوف وفتحت باب النور لكل بنت مصرية وعربية. وفعلاً قالتها من زمان: لن نرتقي إلا إذا تحررنا من الخوف، فالخوف هو السجن الذي يقتل الإرادة.